اولا كده طالما انت فتحت الفيديو ده فانت كده اوريدي الثانويه عامله معاك الصح ومش طايق نفسك من اللي عليك. بس ما تقلقش، انا معاك وجايب لك النهارده السيناريو اللي لو مشيت عليه اضمن لك انك تلم كل اللي متراكم عليك من غير ضغط ولا حرق اعصاب. حتى لو ما فتحتش كتاب لحد دلوقتي، كل اللي عليك انك تكمل الفيديو للاخر وما تفوتش منه ولا دقيقه، لان كل كلمه فيه مهمه جدا. وقبل ما نبدا، لو انت في الثانوية وعاوز حد عاش نفس تجربتك والحمد لله نجح فيها وحقق حلمه انه يكون معاك خطوة بخطوة سواء بنصائح او بتحفيز على مدار السنة كلها، فانزل دلوقتي اعمل اشتراك في القناة وانضم لينا وخلينا نكمل المشوار مع بعض لحد ما تحقق حلمك بإذن الله. يلا بينا بقى نعرف هنلم الدنيا دي ازاي. انا عارف انك ما كنتش مرتب لده كله، كنت داخل بطل وعاوز تفرم المنهج، بس فجأة الدنيا ضلمت قدامك. طب ليه؟ لانك دخلت الخناقة من غير ما تسخن. بس خلاص، اللي حصل حصل، احنا دلوقتي في الامر الواقع. بس يؤسفني ان اقولك انك كده مفيش قدامك اي فرصة غير انك تبدأ فعلا، وما تسمعش للي يقولك غير كده لانه بيضحك عليك، وانا ما اتعودتش على كده. اما انك تبدأ وتسترجل وتثبت لنفسك انك قدها، او انك تقفل الفيديو وتكمل في اللي كنت بتعمله. الخيار دلوقتي في ايدك وانت اللي بتختار. بس قدام شوية مش هيكون معاك الرفاهية دي، وهتفضل تندم على الفرصة دي طول حياتك. واسأل اللي قبلك وهو شايف زمايله كلهم في الكليات اللي كانوا بيحلموا بيها وبادئين متحمسين وفرحانين بالمرحلة الجديدة في حياتهم، وهو عمال يبص على الكلية اللي كان نفسه يدخلها وعينه تدمع لوحدها على الحال اللي وصل ليه. سامحوني لو طولت عليكم، بس كان لازم اقول لكم كده واعرفكم الحقيقة اللي انت مش واخد بالك منها. دلوقتي تمام كده، انا خلاص نويت اني ابدأ منين بقى واعمل ايه؟ اولا، اول خطأ بيقع فيه الطلاب هو انه يقول انا هقعد في البيت الم القديم وبعدين ابقى اروح الدروس. مبروك، انت كده ضيعت نفسك، لان انت كده مش هتعرف تخلص القديم ولا توصل للجديد اصلا. فلازم تمشي مع المستر اللي متابع معاه درس بدرس وتاخد دروسك وتذاكرها مع زمايلك عادي. بس مع كل درس جديد هتاخده هترجع تسمع شرح لدرس قديم من اللي انت سايبه وتحل عليه وتفرمه حرفيا، ما تسيبش فيه نقطة مش فاهمها. بكده انت ضمنت انك ماشي عادي مع زمايلك وبرضه بتجيب في اللي فاتك واحدة واحدة. ده هيفرق في نفسيتك جدا وهيديك حافز انك تكمل وتطور من نفسك وتحب المذاكرة. تاني حاجة، بلاش تمشي ورا القطيع. لو بتسمع لمدرس مشهور بس انت مش فاهم منه حرف، سيبه فورا. مفيش وقت للمجاملات، الثانوية مش سنة للتجارب. قول لنفسك انا بفهم من مين، واول ما تلاقي المدرس اللي كلامه بيدخل دماغك ويبسط ليك المعلومة هو ده اللي تكمل معاه. ان شاء الله يكون لسه بادئ التدريس امبارح، المهم انت بتستوعب ايه. عارف انك سمعت من ناس كتير بتقولك ما ينفعش تغير المدرس اللي بتاخد معاه في الوقت ده، وان تغيير المدرس هيأثر عليك ومش عارف ايه. سيبك منهم خالص واعمل اللي بقولك عليه. تالت نقطة معانا هي الجداول. اكيد انت عملت لحد دلوقتي فوق ال50 جدول، وكل مرة تقعد ترسم وتخطط فيه ساعة كاملة وممكن اكتر، وفي الاخر تقطعه وما تذاكرش برضه. انا الصراحة ما كنتش بحب موضوع الجداول ده وما كانش بيجيب معايا اي نتيجة. فالافضل انك تبدأ على طول وتقرر هبدأ النهاردة الفيزياء مثلا. خلاص، انا خدت النهاردة الدرس التاني في الفصل التالت مثلا، فهذاكر الدرس ده واحل عليه واخلصه، وارجع اجيب اول درس في الفصل الاول واخلصه برضه، وهكذا. انا شايف ان كده افضل. بس لو انت بتحب الجداول وبتجيب معاك نتيجة، تمام عادي اعمل جدول، بس اهم حاجة تلتزم بيه. رابع حاجة وقلتها في فيديو قبل كده، احذر فخ الاطمئنان. انك تقول لا المادة دي انا كويس فيها وسهلة هسيبها دلوقتي وابدأ في مادة تانية. احب اقولك ان انا جايلك من المستقبل وبقولك انك هتجيب اقل درجة في المادة دي يا صديقي. والله انت لو لقيت المادة دي سهلة وانت كويس فيها، خلاص احمد ربنا على نعمة الفهم دي وتستغل ده، وبالعكس تديها اكتر وقت مذاكرة بحيث انك كده تكون ضامن درجتها في جيبك من دلوقتي. انا الصراحة كده قلت كل اللي عندي، واتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه. ولو الفيديو عجبك ما تنساش اللايك والاشتراك، واكتب لي في كومنت ايه اكتر مادة عامله لك مشكلة وعاوزنا اتكلم عنها الفيديو الجاي. كلامكم ده هو اللي بيخلينا نكمل ونحس اننا بنقدم حاجة مفيدة فعلا. ربنا يوفقكم ويكرمكم ويحقق احلامكم. سلام.